القرار 2703 الذي تبناه مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2023 المتعلق بنزاع الصحراء أزال كثيرا من الالتباسات حول حقيقة الموقف الدولي وأيضا حول واقع التوتر بين المغرب والجزائر، وما إذا كان هذا التوتر يمكن أن يذهب إلى أبعد أفق في التصعيد. فعلى الرغم من أنه يشكل امتدادا طبيعيا للقرار 2032 الصادر سنة 2027 والقرار 2058 الصادر سنة 2028، إلا أن أهميته تأتي ليس من جهة كون مضامينه متطابقة مع مضامين القرارين السابقين، ولكن من جهة أن تحولات في العلاقات الدولية قد حصلت بشكل كان يفترض أن يكون له تأثير على القرار الجديد، ومع ذلك لم يترتب عنها أي أثر. تنبغي الإشارة إلى أن هذا القرار مدد ولاية المينورسو لسنة كاملة إلى غاية متم أكتوبر المقبل، تماما مثلما تضمن القرار رقم 2099 الذي تم تبنيه السنة الماضية، وهو ما يعكس وجود حد أدنى من الاستقرار في منهجية المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي لقضية الصحراء المغرب حسب تعليق وزارة خارجيته. وأيضا من خلال ممثله الدائم في مجلس الأمن السيد عمر هلال، اعتبر أن القرار الجديد هو انتصار للمغرب ولموقفه، وذلك على الأقل من 3 زوايا. الأول أنه زكى واقع الحشد الدولي المؤيد لمبادرة المغرب في الحكم الذاتي، الدعم الدولي المتنامي من حوالي 100 بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من 30 قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 44% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجبهة البوليساريو. والثاني أنه حدد الأطراف الأساسية في نزاع الصحراء وفند أطروحة حيادية الجزائر، إذ ذكرها القرار 6 مرات، إما كطرف أساسي في النزاع ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في البحث عن حل نهائي للنزاع، أو كعضو أساسي في الموائد المستديرة التي اعتمدها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كمنهجية للتفاوض من أجل التوصل لحل سياسي، وهو ما يسير في اتجاه معاكس لإرادة الجزائر التي تعتبر نفسها غير معنية بحضور هذه الموائد ولا المشاركة فيها. وأما الزاوية الثالثة حسب التعليق المغربي فتتعلق بتكريس طبيعة المسلسل وتأكيد غايته، إذ تحدث القرار أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق، وهو ما يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفها القرار نفسه بأنها جادة وذات مصداقية.